اخويا الغالي بيقول لك انا هروح اجيب سندوتش طعميه ولا بطاطس على رغيف رده او بلدي بجير ب 10 جنيه. طب ايه المشكله؟ صح، عادي. انا اصلا لما بجوع مثلا في يوم من الايام مثلا مش طالبه معايا اي جبن، بروح اجيب من المطعم، كذلك بتاع المطعم يروح يجيب من السوبر ماركت. هي كده الحياه ماشيه، فاهم؟ لكن انت مش هتفضل طول عمرك تاكل بطاطس وطعميه او فول، وانا كذلك مش هفضل طول عمري اكل جبنه ولانشون ومش عارف ايه. هو طبيعه الانسان ان هو بيحب ان هو ايه، ما يحبش ياكل حاجه واحده على طول يعني، فاهم؟ بس كده. كل واحد ليه رزقه، مهما تعمل مهما تسوي مهما تجري ليك رزقك وليك دنيتك، معلكش غير السعي. ربنا يرزقنا جميعا. شويه اطباق رومي اتمان. الجبنه الرومي دي يا جماعه جايه لي من اول 10 ايام في رمضان، المفروض تطلع سندوتشات. تاجر يعني جبنه رومي جابها لي، المفروض تطلع سندوتشات لله يعني، تمام. بس للاسف عملت بتاع نص القالب، فاضل الحته ديت وفاضل نص قالب تاني، ومفيش وقت ان انا اعمل سندوتشات والواحد مفحوط دعواتكم. فقلنا بقى ايه، بدل ما قاعده حرام، فاحنا ايه هنعمل بقى ايه، تمن رومي، تمن لانشون، تمن حلاوه، تمن جبنه، ومعهم العيش بتاعهم، ويروحوا للناس وربنا يصلح الحال. واي حد هيسال انا ما بستقبلش اي اموال ولا اي حاجه لاي تبرعات، تمام. الناس طبعا اللي عارفاني من زمان هيقول لك طب ما انت كنت بتعمل الكلام ده. كنا، فعل ماضي، والحمد لله ربنا يستر علينا وعليكم. وصلت لاخر الفيديو، ما تنسوش صلوا على النبي. بس كده، بامان الله.